نسور الجو السوداني يضرب في قلب مصفى الجيلي ويغدي على قايد قلعة جبهة الثالث تمازج. اسم القائد الغلدي يحيى علي شروم. جب. فضلا وليس امرا شير الفيديو ده عشان تفرح كل الشعب السوداني وتابعينا عشان يجيك كله جديد. فمتابعين احداث بتاعت الجيلي من قبل 4 يوم كانت هجوم ثقيله جدا، هجوم غاضب. دي هجوم غاضب بيحرقوا الميت والحي والكل، ما قاعدين يغلوا حاجه. الجيش السوداني والمشتركه مسخنين سخانه جد، لانه ناس الجيلي ده طلعوا ابو اهلهم من بدايه المعركه، وناس ماكرين جدا قاعدين جوا مصافح وعايزين يدمروا السودان بكل حال. فجاءت أخبار أكيدة بمسيرة استطلاعية إنه في جماعة متلبدين في واحد من مباني مصفى الجيلي في الداخل. كانت ذلك قائد الثالث تمازج يحيى علي شروم، ومعها مجاميع من المرتزقة متلبدين داخل مصفى، داخل أحد مباني مصفى الجيلي منذ أشهر جلة. ونسور الجو السوداني أتت عليه الإشارة المضبوطة والموقع المضبوط، وانتوا عارفين السخوي ما بيكذب. لما السخوي يجوجو الجنجويد ايه يا جماعة؟ بل لهم زايلة ونعيمك زايلة لكل الكمية. وأبشركم إنه مصفى الجيلي 80% منها انجغم، وفي استسلام لوحدة منهم مرقوا برام استسلم. وأبشركم في الشندي برضو في استسلام بتاع قوات بتاع الدعم السريع، 23 عربة و18 موتر و17 عربية كبيرة مشفشفة من الخرطوم. تحياتي لكم.